أنا بالمشترك مهند الدلفي من العراق. صيبة كبيرة يا مهند. أهلا بيك يا مهند. شو راح تسمعنا؟ والله اليوم عندي أغنية أتمنى تعجب اللجنة وغنيها لبلدي حبيبي العراق. ولو هي الغربة حلوة بس عاد أنا بالغر. المهم زقفة كبيرة. كتاب حياتي يا عين ما شفته زي كتاب والفرحة فيه سطرين بس دوس على موافقات والباقي كله عذاب. صح يا أخي والباقي كله عذاب. 3 أكسات معانا. يعني اللجنة ما راضية على المشترك علي مهند الدلفي من العراق. يا البرنس أحمد حلمي، شو رأيك بهذا الفنان؟ والله ما يعرفش يغني، ما يعرفش يتكلم، كل شيء ما يعرفش. جايبينه طنقور، جايبينه طرطور، كل شيء ما يعرف. نعالة تك وتك. ايش عندك جاي؟ انت ايش عندك جاي الا ما تعرف تغنيش؟ اطلع برا. هذا كان رأي البرنس. الآن نسمع رأي نقوى كرم. شو رأيك بالمطرب مهند؟ مهند من العراق أنا ما حبيته. أنا ما حبيته بيخرب بيته. ما حبيته. أولا مظهره مو مال مطرب. نعم. نعالو تك وتك. نعم. كانت المشكلة نقوى انه نعالو تك وتك. اي نعالو تك وتك وعلى ملابسه كلها مو مال مطرب اصلا. اصلا هو يصلح يعني كالناس بالبلدية. هذه نصيحتك. هذه نصيحتك للفنان يا نقوى كرم. ايه. نعم. الآن نذهب إلى عميد الكلية في لبنان علي. شو رأيك بهذا الفنان مهند؟ شكرا. والله أنا أنطي نصيحة المهند أن ما يغني، لأن شكله مو شكل مطرب، شكله شكل فلاح. نعم، هذه كانت نصيحة علي العميد علي على هذا الفنان. الآن طبعا أنا أحترم اللجنة. خلاص الكبر.